هو ده المنتج. يا اهلا وسهلا برا وبحرا او جوا، معاكم احمد مجد، والنهارده هكون دليلكم الشامل عشان تشتروا اونلاين. طيب النهارده كلامنا هيكون عن ابلكيشن محدد، وعشان خاطر انا ليا تجربه فيه فحبيت اشاركها معاكم واطلع اقول لكم عن المميزات والعيوب بتاعه الابلكيشن ده، وخصوصا ان هو لسه فاتح جديد في مصر والاراء فيه مش احسن حاجه، وشايف ناس كتيره بتسال هل الابلكيشن كويس، هل الابلكيشن كذا وكذا وكذا وكذا، وكمان في ناس بتقول ان هو نصب الى اخره يعني. فانا هخش معاكم في التفاصيل كلها واقول لكم على الخلاصه والزيتون. طيب الابلكيشن اللي هنتكلم عليه النهارده هو ابلكيشن تيمو. كل الناس بتسال تيمو كويس، تيمو نصاب، تيمو حقيقي، تيمو بيوصل، تيمو اسئله كتير جدا. طيب انا هجاوبكم على كل الاسئله اللي انتوا تسالوها، خصوصا ان انا تجربتي مع تيمو كانت في الامارات قبل ما تكون في مصر هنا، وهي بصراحه كانت تجربه استثنائيه عشان حاجات كتيره الابلكيشن بيقدمها، وانا هقولها لكم كلها دلوقتي. طبعا احنا اي اوردر بنشتريه من اي ابلكيشن بره مصر بيكون عليه جمارك. هتسالوني الجمارك دي بتكون كام في الميه، وده السؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه حتى الان، حتى مع وجود موقع الجمارك المصريه والتفاصيل الدقيقه لكل المنتجات اللي انت ممكن تشتريها، حتى باسامي الخامات والتفاصيل الكتيره دي. برضو للاسف لما بتيجي تشتري حاجه صعب ان انت يكون متحدد لها جمارك واضحه وصريحه بتبقى متاكد مليون في الميه ان انت تدفعها. بس انا عايزك تطمن عشان تيمو بيوفر لك كل سبل الراحه وكل الاجراءات الامنه عشان فلوسك تبقى في مكانها، وانت تبقى مطمن، وتبقى تجربتك وانت بتشتري تجربه ممتعه. طيب عشان ما نقعدش نتكلم كتير انا هخش في التفاصيل على طول وهجيب لكم المنتج اللي انا اشتريته. هو ده المنتج. طيب اول حاجه هنتكلم عن الشحن. الشحن داخل تيمو لاي اوردر انت هتطلبه، لاي منتج، لايا كان انت عاوز ايه، هيوصل لك شحن مجاني. يعني تيمو ما فيهوش اي مصاريف على الشحن، زيرو مصاريف على الشحن مهما كان الاوردر قليل او كتير، سعر عالي او سعر قليل، هو ما بياخدش اي فلوس على الشحن. طيب الحاجه التانية هي ان لازم تبقى فاهم عشان تعمل اي اوردر من تيمو على الابلكيشن بتاع تيمو لازم تعمل اوردر بمينيمم لازم تعمل اوردر بمينيمم لا يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. لازم تعمل اوردر باقل حاجه 1000 جنيه. اقل من كده مش هتعرف تطلب حاجه، لان هما دي شروط الابلكيشن عشان خاطر حاجه توصل لك من الصين. طبعا تيمو ابلكيشن صيني، او الحاجات اللي بتتباع عليه اغلبها من موردين صينيين ومحلات وشركات وستوكات صينيه. فانت عشان تطلب حاجه لازم اقل حاجه تطلبها ب 1000 جنيه. طيب ايه هو ده؟ انا جبت بروجيكتور، حاجه هي موجوده في مصر هنا، ولكن حبيت اخد تجربه تيمو في مصر لان انا كان عندي تجربه معاهم في الامارات، وبصراحه كانت تجربه رهيبه جدا يعني بكل المقاييس، وهقول لكم ليه كانت رهيبه. طيب قبل ما افتح الباكج دي خليني افهمكم ان تيمو عندهم شويه سياسات دقيقه جدا ومريحه ليك كمستخدم ومشتري، وهتخليك مبسوط جدا. ايه هي السياسات دي؟ طيب خد عندك بقى. اول سياسه مميزه عندهم هي انهم بيخلوك تجيب اي لينك للمنتج اللي انت اشتريته. يعني مثلا لو اشتريت شوز مثلا ولقيت الشوز دي بره الابلكيشن بتاع تيمو بسعر منافس او سعر اقل، انت بتجيب لهم اللينك بتاع المنتج وبتقول لهم ان انا اشتريته من الموقع الفلاني او من الابلكيشن الفلاني، وبتديهم اللينك وبتقول لهم ان انا اشتريته بالسعر الفلاني، ولو السعر اقل من السعر المعروض على تيمو انت بتاخد الفرق. تخيل. وخليني كمان ازيدك من الشعر بيت، لو انت اشتريت منتج من عندهم فتره شهر من شرائك للمنتج سعره قل عن السعر اللي انت اشتريت بيه، الفرق بتاع الشراء ده هيرجع لك تاني في الحساب بتاعك. ده غير انك عندك حق الاسترجاع المجاني الكامل للمنتج. يعني لو انت طلبت من عندهم اوردر ووصل لك وما عجبكش بعد ما وصل لك عشان انت مثلا عندك اي مشكله فيه، حاجه منطقيه يعني، مش هتجيبه مثلا وتقول لا انا غيرت رايي عشان انت جبته بس. ومع ذلك في بعض الحالات ممكن برضو يقبلوا منك الموضوع ده، بيرجعوا لك المنتج على حسابهم مش على حسابك. ده غير ان جدعنتهم واصله لحد مش طبيعي، لدرجه ان هم بيعرضوا عليك تعويض مادي لو الاوردر ما وصلكش في فتره اقصاها 45 يوم من ساعه ما تطلب الاوردر. طيب كل ده وانت بتتابع الباكج اللي انت طلبته او الاوردر اللي انت طلبته خطوه بخطوه من ساعه ما يطلع من المصنع بتاعه او من ساعه ما يطلع من عند التاجر بتاعه لحد ما يوصل عندك هنا في مصر في المستودع بتاعه. وكمان الجمارك بتدفعها عن طريق الابلكيشن بتاع الجمارك المصريه الانتجريتد في الابلكيشن بتاع تيمو نفسه. يعني ما تتحركش من مكانك عشان تروح تدفع اي فلوس او تخلص اي معاملات في اي جهه حكوميه. وفي ميزه رهيبه جدا موجوده في الابلكيشن بتاع تيمو، لكن انا ما جربتهاش بصراحه في مصر، لكن انا مجربها كتير في الامارات، هي الكاش باك. بمعنى انك لو طلبت اوردر ب 1000 جنيه مثلا، تيمو ممكن يرجع لك من ال 1000 جنيه دي 200 جنيه كاش باك او كريدت موجود على حسابك، تقدر انك تستخدمه في اي اوردر تاني هتعمله او تشتري بيه اي حاجه. فانا من موقعي هذا جاي اقول لكم ان تيمو مش نصاب، وعن تجربه مش كلامه خلاص. ولكن اللي بيخلي الناس تشك شويه في الموضوع او تستغرب هو الهدايا اللي بتاخدها لما تيجي تشتري
اول اوردر، ودي اللي ممكن تكون نوع من انواع الماركتينج او اللعب شويه على الزبون عشان يشدوه. وهم بصراحه في حته الشد دي جامدين جدا، لان هم بيعرفوا يشدوا الزبون او المشتري. ولكن الهدايا دي ساعات بتبقى عبارة عن فخ إعلاني شوية، اللي هو مثلا شاشة 32 بوصة بسعر 1000 جنيه، ولكن أنت لما تيجي تشوف إيه هو بالظبط الحاجة اللي مكتوبة في العنوان بتاع المنتج ده، هتلاقيها مثلا إن هي سكرينة أو حاجة تحمي الشاشة أو حاجة من النوع ده، لكن هي مش الشاشة الحقيقية. ولكن أنت كمشتري لازم تخلي بالك كويس قوي، وتقرا التفاصيل وتقرا المراجعات وتبص على كل تفاصيل المنتج قبل ما تشتريه، عشان خاطر ما تقعش في فخ تيمو أو فخ أي حد بيسوق كويس للأبليكيشن بتاعه أو للمنتجات بتاعته. وعشان الاحتياط واجب، ولو انا نسيت اي حاجه ليها علاقه بتيمو او باي ابلكيشن تاني مثلا ممكن نكون جربناه، هسيب لكم لينك تحت لجروب تيمو، عشان لو حد حابب يسال عن اي حاجه ليها علاقه بتيمو او بالشراء اونلاين عموما ممكن يكلمني او يتواصل معايا ونساعد بعض. افتكروا دايما ان خير الناس انفعهم للناس. طيب اتكلمنا في تفاصيل كتير، فتعالوا نشوف المنتج اللي اشتريناه. طيب المنتج اللي انا اشتريته هو بروجيكتور صغير او ميني بروجيكتور كده، ممكن يكون اي حد منكم شاف الاعلان بتاعه، ولكن انا لقيته في تيمو بسعر مقبول نوعا ما، لكن انا حبيت بصراحه اجرب تجربه تيمو في مصر خصوصا مع الجمارك عشان اعرف انا هدفع كام. وفي الحقيقه المنتج كلفني 2000 جنيه بالظبط او 2050 جنيه بالظبط، والجمارك اللي انا دفعتها كانت حسبة 480 جنيه او 470 جنيه، يعني تقريبا تكلفة الجمارك كانت حوالي 25% من قيمة المنتج. هل انت ممكن يجيلك نفس الحاجة لو طلبت نفس المنتج؟ الله اعلم، دي حاجة في علم الغيب، محدش يعرف ومحدش هيعرف، ولكن في الغالب مش هتكون اكتر من كده ومش هتكون اقل من كده، ده الرينج الطبيعي. في ناس بيجيلها جمارك 100% على قيمة الحاجة اللي هي طلبتها، ولكن زي ما قلنا احنا ما نعرفش عملية تقييم الجمارك بتتم ازاي، ولكن دي تجربتي وتجربة الناس التانية. هسيب لكم لينك المنتج تحت لو حد حابب يطلبه. ودلوقتي خلينا نشوف المنتج نفسه. تجربة بسيطة كده للبروجيكتور وهو شغال. طبعا في خواص كتيرة، زي انك عندك مساحة 16 جيجا جوه البروجيكتور ذات نفسه، ممكن تنزل عليه اي حاجة انت بتحبها، اي ستريمينج ابليكيشن، ممكن تشغل عليه نتفليكس، ممكن تشغل عليه يوتيوب، ممكن توصل عليه كمان HDMI وتشغله زيه زي التلفزيون. من المميزات الجميلة جدا فيه انك كمان ممكن تشغل ماوس عادي بتاع الكمبيوتر على اساس انه ريموت عادي، ودي حاجة مريحة جدا جدا جدا، لان وانت بتستخدم الريموت بتاعه لو حبيت تكتب اي حاجة زي مثلا الباسورد بتاع الجيميل بتاعك وانت بتعمل ساين في الجوجل سيرفيس او الستور، هتتعب شوية عقبال ما تكتب كل شوية كل شوية. وكمان لو حبيت تضيف اي حسابات ليك في اي ابلكيشن زي نتفليكس او كده بيبقى الموضوع متعب شوية، ولكن هنا اختصارا للوقت ممكن تستخدم الماوس، وكمان الكليك اليمين بيرجعك خطوه والكليك الشمال بيبقى كليك عادي. هنا ممكن تستخدم جوجل واي ابلكيشن جواه، انا ما جربتش كل الابلكيشنز، ولكن اي ابلكيشنز ليها علاقه بالستريمينج او بالافلام او الحاجات دي كلها انا جربتها. ممكن تستخدم البراوزر عادي، طبعا الحيطه عندي مقسومه لونين عشان ما حدش يفتكر ان النص الشمال بايظ او حاجه. وهنا ممكن تستخدم جوجل عادي زي اي حاجه، وممكن تستعمل USB لو انت عايز تعرض اي ميديا او افلام او اي حاجه. وهنا ممكن تستعمل ال HDMI كانه تلفزيون عادي وتوصل بريسيفر، ممكن توصل عليه اي سماعه بلوتوث لو انت حابب تستخدم اي سماعه بلوتوث، ممكن كمان تستخدم ايربودز او اي حاجه لو انت عايز تستعمله كحاجه برايفت ليك انت. للامانه والله البروجيكتور على سعره فهو مليء بالخواص والمميزات الجميله جدا اللي تخليك تشتريه، لانه هو بجد قيمه مقابل سعر. هو ده البروجيكتور صغير ولكن نينجا، ممكن تعدل الفوكس ودرجة الوضوح بتاعته من هنا. وللأمانة البروجيكتور يستاهل عشان هو قيمة كبيرة جدا مقابل السعر بتاعه، فأنصحكم بيه لو انتوا حابين تشتروه. وبس كده، دي كانت تجربتي النهارده مع ابلكيشن تيمو. لو اي حد عنده استفسار او عنده منتج عايز يجربه يا ريت يعرفني في الكومنتات، ولو عندكم اي استفسارات ما تتكسفوش تكلموني في اي وقت. سلام عليكم.